من أمام قبر الفنان المغفور له بإذن الله عبد السلام النابلسي. عبد السلام النابلسي من مواليد 1899 مدينة طرابلس لبنان. عبد السلام النابلسي في بداية العشرينات ذهب إلى مدينة القاهرة، وكان بدايته في الصحافة قبل ما يدخل في الإخراج والتمثيل، وبعد كده اتجه للتمثيل مع إسماعيل ياسين وفريد الأطرش ومحمد فوزي وعبد الحليم حافظ. وطبعا شاركهم في أعمال كتير، ومن أشهر أعماله الفنية مع إسماعيل ياسين في الجيش، وفتى أحلامي مع عبد الحليم حافظ، وشارع الحب مع عبد الحليم حافظ، ويوم من عمري أيضا مع عبد الحليم حافظ، ويوم من عمري وشارع الحب برضه مع عبد الحليم حافظ. طبعا ابتدى اسمه يسمع في كل مكان في مصر، وابتدى يتشهر في العالم كله. طبعا الحكومة المصرية فرضت عليه ضرائب، ووقتها كان المبلغ 13,000 جنيه، فحب يدخل أم كلثوم ويوسف السباعي إن هم يقفوا معاه ويخففوا جزء من المبلغ الكبير ده. يعني طلب الحكومة إن هم يخففوا جزء عنه، ولكن للأسف لم يستطيع السداد، وإن الحكومة ما وافقتش بأي تخفيف. فبالتالي استولت الحكومة على المنقولات بتاعته اللي في شقته في حي الزمالك. وطبعا كان عنده بعض المدخرات، حولها المجوهرات وحطها في لعبة خاصة ببنت المطربة نجاح سلام، وقام بتهريبها إلى لبنان. هناك طبعا بدأ فتح شركة واسمها شركة الفنون المتحدة. طبعا حط فلوسه كلها في بنك اسمه بنك أنطرة بلبنان، وللأسف البنك أعلن إفلاسه، مما سبب للفنان مضاعفات في القلب. ورغم ده كله مرضيش يخبر أي حد من أفراد عائلته، تمام، حتى يكمل مسيرته الفنية إلى آخرها بدون أي تأثرات على عمله الفني. وفي يوم 5 يوليو 1968 عزم صحابه وعزم فريد الأطرش على العشاء في عمارته، عمارة يعقوبيان بلبنان. وطبعا بعد ما اتعشى معاهم حس بألم في صدره، فطبعا خدوا فريد الأطرش وطلع بيه على المستشفى على طول. وأول ما وصل على أعتاب المستشفى كانت روحه صعدت لربنا. فطبعا كان أقرب أصدقائه فريد الأطرش، وهو اللي وقف سنده في جنازته لحد ما تم وضعه في القبر